راح أسوي بسبوسة بجوز الهند المجروش بطريقة صحية. يعني هذا تشوفون هذا سميد جوز مبروش خشن حريق. هذا سميد جوز مبروش خشن وخليت زيت زيتون، كوب زيت زيتون خليت. بعدين أخلطهم كلياتهم هيك. خلطناهم كلهم، شوفوا القوام مالته. هذا سميد جوز مبروش خشن وزيت زيتون. راح أخلي كم بودر تقريبا، هاي كم بودر 2. أخلي فانيلا، ثم نحركهم هيك. بس الكاميرا طاح التليفون تصوير التليفون. قوامه شلون صار؟ سميد جوز مبروش خشن وزيت زيتون. بسبوسة على الطريقة الصحية. أدري ليش أبغى منها، ليش مو على الكاميرا. أخلي بيض، دائما كسروا البيضة وحدها وخلوها هيك، تطلع بيضة مو زينة. البيضة الثانية البيضة الثالثة. أوبس، هاي موسيقى الطبخ، صوت البيضة، صوت الطاسة. كم بيضة كسرت؟ هاي بيضة. كل ما كثرتوا بيض كل ما تكون هشة وخفيف. وراح استبدل بدل الشكر دبس، راح اخلي دبس التمر. كنا نعرفه دبس التمر، إذا حابين خلوا التمر طري هم بس تكون طيبة. شوفوا راح اخليه كله، هذا مو كامل بس راح اخليه كله، فكثرته تكون احلى. شو الطاسة عملاقة. شوفوا الدبس والبيض 7 بيضات، جوز مبروش خشن وسميد وزيت زيتون كوب. خليت وايد سميد يعني هاي الكمية هواي. تعالي أوريكم شكلها النهائي. بس هي على الطريقة
الصحية. ليش كل ساعة دني؟ تصويري مو كلش قوي، مبتدئ. شوفوا خلطت البيض مرة ثانية، سويت كريمة، خليت عليه عصرة ليمون راح اخليه على هاي العجينة، سميد وجوز مبروش خشن وزيت زيتون كوب وبيكنج بودر وفانيلا. وهذا البيض بقى صار كريمة، اخده بالخفاقة راح اخليه فوق. شوفوا هسه شكلها النهائي بعدين. ليش احكي على الكيف؟ شوفوا، خلنا نوخر هاي، خليني اوخر. واو شوف شكل، او ماي جاد، شوفوا شنو صار. شوفوا راح اخليه، تصير هيك حوادث بالمطبخ. شوفوا راح اخليها شكلها الكريمة بعد الصوت، بس باو. جاي اصور وانا اشتغل فما جاي اسيطر، واشتغل فما جاي اسيطر. الكاميرا كل ساعة توقف. شوفوا شكلي، لحظة، شوفوا شكلي، شوفوا الصوت. هذا الصوت. راح اوريكم شكلها بعد ما خلطتها بالخلاط، وبيض 10 بيضات. شوفوا هذا البيض انشفيناه، وجاي شوفوا باع البيض. شوفوا، اذكر لكم المواد من جديد. سميد علبة كاملة ترى حطيت جوز مبروش خشن، وبيكنج بودر خاشوقتين مال هذه، خاشوقتين بيكنج بودر، كوب زيت زيتون معصور على البارد، ودبس التمر. شوفوا لونها متغير ترى، هذا الدبس التمر علبة كاملة إذا تحبونها حلوة زايد. شوفوا الشكل مع الصوت كريمي. بعدين أوريكم شكلها النهائي. شو هاي القطقوطة معصبة علي، سأوريكم بعدين شكلها النهائي. شوفوا الصوت كريمة. شوف نص البيض وقعته هنا. يلا بعدين أوريكم. أدري ليش أحكي على الكيف، صوتي ناصي. نسيت ما خليت جوز مبروش خشن هنا، شنو نسيت، بس خليتها بعدين أوريكم شكلها النهائي. هنا تخلون جوز مبروش بعد ما تدهنوها. أنا شو راح أخلي، هرجع الكاميرا. أخلي جوز مبروش خشن فوق هيك. أنا ردت أخلي بالحواف مالها جوز مبروش خشن، بس نسيت ما خليت. شو هالنسيان. شوفوا أوريكم شكلها. كل ما كثرت جوز مبروش كل ما تصير أطيب. هيك وحركوه بالخاشوقة هيك، يتداخل بالعجين ما يوقع، يتداخل بالعجين. بس شوف نسيت ما خليت هنا بالقالب. شلون الطحين تخلوا تدهنون القالب حتى لا تلزق البسبوسة، ليش انسى ما اعرف. شوفوا
شوفوا. بعدين راح أوريكم ليش ما باع على الكاميرا. هاي كم مرة عيدة باع على الكاميرا. راح أوريكم شكلها النهائي بعد شوية. شوفوا شكلها النهائي شلون استوت، بس أنا ما راح أطلعها من القالب. هذا شكل، هذا هذا الشكل، ما راح أطلعها من القالب لأن ما دهنته بزيت، بس ما خليت جوز مفروش خشن. إيش راح أسوي؟ راح أخلي حليب وعسل. هذا باعوا عسل، حليب وعسل، حليب باودر إذا عندكم سائل بعد ونخلي عليه ماي دافي ونحركه لحد أن يذوب. تمام، حركه خليه يذوب ونخليه وهي حارة. هسه هذي حارة بسبوسة، راح أخليه عليه وهي حارة، راح تصير طرية وهشة وخفيفة. عسل وحليب باودر. هذا حليب حار وعشان طاسته وعشان جاي ينزل. شكلها النهائي البسبوسة بالدبس والعسل والحليب، جوز المبروش الخشن، وهذا الحليب شاي حليب طيبة تاكلونها العصرية. صحتين وعافية. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.